إخوان السلام عليكم. اللي قال بأن رئيس ديال زريبة الجزائر صقع والله ما كذب. كتعرفوا هذا الرئيس فين ما كيخرج في شي حوارات صحفية إلا وكيزبلها ولا تيقول شي حاجة يزلق فيها الجمل. مؤخرا قام بحوار صحفي مع قناة النهار وبدا كيتكلم على واحد الولايه سميتها بسكره بان الفلاحه فيها تقدمات وبداو الفلاحه كيستعملوا تقنيات جديده واساليب جد متطوره في المجال الفلاحي، ولكن الكارثه ان بعد يومين من وراء التصريح ديالو وقعت كارثه خطيره في هذه الولايه اتبعها بالعين مسخوط الوالدين، وكل شيء الفلاحه عندهم الدقدقات وكاع لي السير ديال الفلاحه تخربوا. تكون السبب هو الرئيس شرشبون المغبون عبد المجيد تبون اللي تبعها تخلا ضربوها. تبعوا الفيديو وحكموا وقولوا لنا الرأي ديالكم في الكومنتيرات. شكرا. شوف مثلا ولاية بسكرة اليوم راها تدير في المعجزة في الخضروات، معجزة، إنتاج ونوعية دي شابيل دان هكتار دو هكتار دان سورتونو. تشوف وصلوا لدرجة اليوم من إنتاج فلاحي يعني تقريبا هما الأساس. عندنا دي شابيل اليوم اوتوماتيزي كي مارش افيك ان اورديناتور تاع l'humidité, فيما يخص كذا، فيما يخص السقي، فيما يخص كذا، tout est calculé par ordinateur. العشرات إن لم نقل المئات من البيوت البلاستيكية سويت بالأرض، هي مخلفات رياح ضربت مناطق فلاحية بدائرة زريبة الودي. هذه الرياح أنهت الموسم الفلاحي قبل أوانه، فحطمت البيوت البلاستيكية وأفسدت محاصيل زراعية انتظرها الفلاحون منذ أشهر. والبيوت البلاستيكية ثانية راهي لحقت الغلة نتاعها ورانا هزين مثال دواوات كريدي، فهمتني، كلش كريدي، يعني صراحة ما كلش كريدي. نطلبوا من السلطات المعنية تعاوننا كاش ما تقدر في صندوق الكوارث. احنا رانا زواولة مانا مسوريين ما عندنا جهد، والفلاحة رانا زوال كل زوالية اللي غالب عليهم، وماذا بينا رانا نجدوا صندوق الكوارث الطبيعية باش يعاوننا والسلطات المحلية ونجدوا الوالي. ومع غياب ثقافة التأمين لدى الفلاحين تبقى الإدارة مطالبة بالتقرب أكثر من هذه الفئات. راهي خلت خسائر كبيره للفلاحين، راهي خلتهم في الارض، قال الواحد ما بقى لهم ما تبقت لهم المنتوج تاعهم كل راه خسر راح. نتمنوا من السلطات المعنيه تكفل بالشريحه نتاع الفلاحين المغبونين، احنا نقولوا المغبونين. احنا بصفتنا كبلديه دخلنا رفقه المصالح الفلاحيه والحمد لله رانا نديروا في محاضر معاينه لتحديد الخسائر الماديه اللي جراء هذه العاصفه. هي كارثة بكل المقاييس قضت على عام فلاحي بالمنطقة، ومن ثم كبدت الفلاحين خسائر كبيرة.